ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لك لو صحيت من النوم ولقيت حد واقف بيتفرج عليه؟ بس احمد ما كانش ينفع يختفي، ده كان لسه معانا من سنتين. اخيرا خلصنا ثالثه ثانوي، كنا مستنيين اليوم ده من زمان. كل واحد فينا كان محتاج يفصل شويه. فكره السفر جت من احمد، قال انه لقى شقه ايجار في بوست على الفيس في السخنه بسعر حنين، ومشينا على كلامه. وانا واحمد اللي خططنا لكل حاجه. واحمد بالنسبه لي مش مجرد صاحب، بالحق نسيت اعرفكم بينا. انا بركات مشتت كعادتي، ودايما مش ثابت على قرار، بس صاحب الكل. احمد عصبي وبيتنرفز من اقل حاجه، وصوته دايما عالي حتى لو بيتكلم عادي، بس قلبه ابيض واقرب واحد لينا كلنا. زين ده الهادي بتاعنا، بس هدوءه مستفزه دايما، وقرفنا بالبت اللي بيحبها من تانية اعدادي دي. اما حسام ده اللي بيفكر قبل ما يتكلم، تقدر تقول كده صاحب القرار، ما بيشغلش باله بحاجه وما بيتحركش الا لو كان متاكد من الحاجه. المهم نرجع لقصتنا. جهزنا الاكل واللبس وكل الحاجات اللي هنحتاجها هناك. زين وحسام كعادتهم ما كانوش اصلا مهتمين بالتفاصيل، كل اللي كان يهمهم في الموضوع اننا نخرج ونتبسط وبس. ركبنا العربيه من الموقف الساعه 12 الظهر، والطريق كان عادي، زحمه شويتين زيه زي اي طريق سفر. طول الطريق مستنيين بس اننا نوصل عشان نغير جو، وبعدها الجو بقى هادي شويه. طريق عادي، على اليمين بحر ميه لونها حلو جدا، وعلى الشمال صحراء لونها لون الذهب. احمد قاعد جنبي بيتكلم في اي حاجه تيجي في دماغه، وعمالين نتكلم على حوار السفر بره مصر، واننا عايزين نسافر روسيا عشان ناخد كليتنا هناك والجو ده. زين ساكت ولابس سماعته وقاعد يحب في البت اللي انا لسه حكى لكم عنها دي، وحسام ورا نايم مش شاغل باله باي حاجه. كل حاجه كانت ماشيه 100 فل و14 ومبسوطين قوي. لكن اول حاجه بدات تخلي الواحد مش مرتاح هو لما قربنا من السخنه، والطريق تحسه بقى فاضي بشكل مش طبيعي، على مدينه المفروض ان هي وقت صيف مليانه ناس. وقتها ما كانش فيه عربيات كتير، والطريق هادي اكتر من اللازم. وقتها حسام صحي من النوم وقال يا رجاله احنا قربنا ولا ايه؟ هو ماله الطريق ده هادي كده ليه؟ في ايه؟ وقتها احمد رد عليه وقال له ما احنا جايين نصيف بروح امك، مش جايين نحضر مؤتمر، مش لازم يبقى زحمه يعني، بعدين يا عم ده مصلحه لينا. كملنا الطريق وانا ساكت، بس كان في احساس غريب جوايا، بس ما اهتمتش بالموضوع وما رضيتش ابوظ السفريه علينا. وصلنا لمكان العماره، وعماره كانت لونها الرمادي متكونه من 7 ادوار، واحنا كنا في الدور الرابع. وصلنا للشقه وزيها زي اي شقه مصيف، بس كانت تاني حاجه غريبه ان المنطقه نفسها كانت هاديه، يعني مفيش ناس كتير في الشارع، صوت الدوشه والعربيات مش موجود، حاجه تقلق. بس برضه ما اهتمتش لتاني مره، حتى الناس اللي معديه في الشارع كان شكلهم قليل. قلنا يا عم على العادي، ما احنا كده كده اصلا برضه واخدينها بفلوس على قدنا. ما اهتمتش، وهو برضه عشان لما نعمل دوشه ونشغل اغاني بصوت عالي محدش يجي يتكلم معانا. طلعنا الشقه اللي كانت في الرابع، وزي ما قلت لك يا صاحبي يعني شقه كويسه. هتفتح باب الشقه كده وتدخل، هتلاقي نفسك بقيت في طرقه، هتمشي لاخر الطرقه هتلاقي على اليمين اوضه، جنبه المطبخ، في وشهم اوضه جنبها الحمام. وقتها كل اتنين فينا بداوا يختاروا اوضهم بسرعه، وبدانا نرتب حاجاتنا. لكن تاني حاجه بدات تبقى غريبه هو ان لما احمد فتح الدولاب بتاعه ولقى فيه هدوم قديمه، وقف لحظه كده وبعدها قال هو ايه ده يا اسطى؟ هو مش المفروض الشقه دي ايجار جديد ولا انا بتهيألي؟ وقفنا شويه كده قدام الدولاب وبصينا عليها، لقينا جواه شويه هدوم مش كتير، بس باين ان هما متسابين بقالهم فتره. قميص لونه زيتي متطبق، تحتيه بنطلون اسود برضه متطبق، وفوق مرمي في الرف كده كاب اسود. وقتها قلت له يا عم صباح الفل، يعني ما هي الشقه برضه بفلوس على القد، ممكن يكون حد نسيهم وهو بينظف ولا حاجه. ما هي ما جايبك يا عم احمد. احمد قال لي خلاص يابا، بيقولوا نسيهم يبقى الكاب ده من رزقي، شكله حلو وعاجبني. وقتها لابس الكاب وقف قدام المرايه اللي كانت في الصاله، وساب الدولاب مفتوح من غير حتى ما يرص حاجته. وقتها بصيت لزين اللي كان معدي رايح الحمام، وحسيت انه مش مرتاح، بس وقتها غمز لي اللي هو مشي الدنيا. غيرنا ونزلنا البحر، وبعدها رحنا ضربنا اكلة سمك محترمه، ورجعنا الشقه نمنا تاني، واليوم كان ماشي تمام، مفيش فيه اي حاجه غريبه. صحينا على الليل، نزلنا بلاي ستيشن، واحمد كل ما يكسب زيد يقعد يقول له يا ابني الزمن خلاني صاحبك لكن البلاي ستيشن خلاني عمك يا. وبعدها رحنا اتعشينا كفته، وحقيقي اليوم ده كان جميل قوي. في الاخر رجعنا على الساعه 4 بالليل وخلاص كنا فصلنا، فقلنا هننام، وبالفعل كل اتنين فينا دخل اوضهم ورحنا كلنا في النوم. تاني يوم صحينا متاخر، واحمد قال انا هنزل اجيب شيبسي وشويه حاجات كده، حد عايز حاجه؟ ساعتها احمد اخد الفلوس اللي كانت جنبي على الكومودينو ونزل. عدت ساعه، ساعه ونص، ساعتين، كل ده واحمد لسه ما جاش. وقتها بصراحه قلقت، حاولت اكلمه لكن تليفونه ما بيجمعش. طلعت الصاله لقيت زين كان عمل قهوه اصلا وقعد يشربها. وقتها قلت له احمد نزل من بدري عشان يشتري حاجات، وبحاول اتصل عليه لكن موبايله ما بيجمعش. وقتها زين رد وقال لي في ايه يا عم ما تقلقش، بعدين لو في حاجه اكيد كان هيكلمنا يعني. بس زين وهو بيتكلم كنت حاسس بنبره صوته ان في حاجه غلط، بس ساعتها ما اهتمتش، وكان كل تركيزي ان انا عايز اعرف احمد فين. وقتها قلت للشباب تعالوا ننزل نشوف احمد فين، لكن زين قال لنا انزلوا انتوا انا هستناكوا هنا. وقتها خدت حسام ونزلت، ورحنا عند السوبر ماركت اللي كان جنب السكن، وكان مفتوح عادي،
دخلنا، السلام عليكم. لقينا راجل خمسيناتي واقف عند درج الكاشير كده، وشه تحسه معضم كده وعنده دقن بيضه طويله وعيونه تحسها ميته ولابس كاب اسود. قلت له في واحد صاحبنا بس نزل يشتري شويه حاجات ما عداش عليك، لونه اسمراني شويه كده وعنده دقن خفيفه. وقتها رد علينا بكل برود وقال صاحبكم؟ لا محدش دخل عندي هنا من الصبح. رجعنا الشقه بسرعه واحنا كلنا توتر. وقتها قلت لحسام والواد ده راح فين؟ اول ما فتحنا باب الشقه لقينا احمد قاعد على الكنبه بس ساكت، وشه كان غريب كانه مش هنا. حسام قرب منه وهو بيزعق هو انت كنت فين يا عم انت؟ احمد بص لنا كده وقال بصوت واطي فيه توتر كنت تحت. وقتها رديت عليه قلت له ايوه كنت فين؟ احنا رحنا السوبر ماركت اللي المفروض جنبنا وسالنا عليك هناك وقال ان انت محدش دخل عنده من الصبح اصلا. احمد لف راسه بالراحه كده ناحيه زين بنفس الصوت الواطي كده، قال له ما تقول لهم يا زين شفت ايه؟ بصينا لزين اللي كانت ملامحه متغيره وحاول يتكلم لكن سكت. وبعد لحظه صمت اتكلم وقال صحيت بالليل قمت اشرب ولقيت حد واقف عند باب اوضتكم، بس بصراحه ما رضيتش اقول لكم عشان ما رضيتش اقلق حد فيكم. ساعتها احمد رد وقال وانا في السوبر ماركت وانا بشتري الحاجات قابلت راجل شكله غريب جدا وكان قاعد يبص لي بشكل اغرب. وقتها ما اهتمتش ولفيت وشي علشان احاسب لكن ما لقيتش حد. ندهت مره واتنين محدش رد عليا. لفيت وشي وبرجع وفي لحظه لقيت راجل في وشي عنده دقن بيضه طويله وعينه تحسها ميته، تحسه هو اصلا ميت، واقف في وشي وباصص لي بنظره كلها رعب. وقتها حسيت ان انا فقدت الوعي اللحظات. غمضت عيني وفتحتها لقيت نفسي ان انا ما خرجتش اصلا لسه من باب العماره. ايه ده؟ الجمله دي خلت المكان كله يسكت. قضينا اليوم كله من غير ما حتى حد فينا يخرج من الشقه. نمنا وصحينا تالت يوم. حسام ساعتها لقيته متوتر جدا وجاي بيقول لي بركات احنا لازم نمشي. قلت له ليه يا ابني؟ ايه اللي حصل تاني؟ حصل حاجه؟ قال لي لا يا عم مفيش حاجه، احنا عايزين نمشي، يلا بينا نمشي. قلت له خلاص يا عم ولو على موضوع امبارح فهو اتنسي. قال لي بقول لك لازم نمشي. قلت له خلاص لو هنمشي تعال نبلغ الشباب اللي من وقت الموقف حسيتهم بقوا في عالم تاني. لكن زين كنت حاسس ان في حاجه لكنه كان بيحاول يداريها، لكن عينه كانت بتقول حاجه تانيه خالص. رحنا لهم انا وحسام بلغنا الشباب هنمشي يا شباب. وساعتها الغريب ان محدش اعترض. لمينا حاجتنا كلنا. وقتها احمد لما حاجته في الشنطه وسابها في الاوضه. وقتها حسام نزل وقال انا هنزل اجيب تنايه عشان تاخد حاجتنا ونمشي نروح الموقف. وقتها حسام نزل وبعد اكتر من ساعه ونص تقريبا حسام رجع وهو متعصب جدا وقال هو ايه المكان الزباله اللي ما فيهوش عربيه ده؟ قلنا خلاص طيب هنطلب اوبر عادي يعني. لكن التليفونات كانت بتلقط شبكه بالعافيه قوي، مش كفيله حتى ان هي تخلينا نعرف نطلب اوبر. قضينا اليوم لحد بالليل وقلنا هنستنى للصبح. بالليل واحنا قاعدين في الصاله وكل واحد فينا ماسك تليفونه وفجاه لقينا احمد بدا يضحك لكن بغباء. وقتها حسام رد عليه بعصبيه قال له في ايه يا اسطى انت عبيط ولا ايه مالك؟ وقتها لقينا احمد راح واقف قدام المرايه اللي في الصاله وبيضحك بغباء اللي كان لابس قدامها الكاب قبل كده. بص لصورته وقال انتوا خايفين وعايزين تمشوا صح؟ طب ما تبصوا كده. وقتها بصينا كلنا على المرايه واللي خلى فعلا شعرنا يشيب احنا 4 لكن معانا واحد خامس لكن ملامحه مش ظاهره. واحد واقف معانا لابس كاب اسود وقميص زيتي وبنطلون اسود لكن الملامح زي ما قلت لك ما كانتش ظاهره. في لحظه بصينا كلنا ورانا لكن ما لقيناش حد. وقتها حسام مسكني من ايدي وقال لي مش قلت لك ان احنا لازم نمشي؟ جرينا كلنا لباب الشقه فتحناه لكن فجاه لقينا نفسنا كلنا قدام شقتنا تاني. ايه ده؟ يعني احنا اصلا ما خرجناش من الشقه؟ زين قال بصوت مهزوز احنا مش لوحدنا. قال الجمله دي ومن بعدها النور طفى. وقتها سمعنا صوت خطوات جايه من الطرقه كأن حد جاي بيتمشى لكن صوت خطواته كانت تقيله. احمد في الوقت ده وبصوت عالي قال هو في ايه؟ من بعد الجمله دي كل حاجه هديت والنور رجع وكنا كلنا واقفين في الصاله لكن من غير احمد. ايه ده؟ احمد فين؟ نادينا عليه ودورنا عليه في كل ركن من الشقه لكن مفيش اي اثر. شنطته لسه في الاوضه وتليفونه على الترابيزه لكن هو اختفى. حسام قال بتوتر احنا لازم نبلغ الشرطه دلوقتي. زين قال بصوت كله توتر وهنقول لهم ايه؟ وقتها رديت عليه قلت له هنقول لهم اللي حصل يا زين. وقتها نزلنا كلنا جري على اسم الشرطه وبلغنا. ومن اللحظه دي بدات التحقيقات. رجعنا معاهم الشقه وفتشوها بالكامل لكن مفيش اي دليل ان احمد خرج او انه حتى كان جوه. كأن الارض اتشقت ولعته. فضلنا وقتها يومين في السخنه مستنيين اي خبر لكن الشرطه ما كانش عندها اجابه لاي سؤال. وقتها اهله جم وسالونا مليون سؤال لكن الحقيقه كانت اغرب من اي تفسير. وقبل ما نمشي حسام دخل الاوضه اللي انا كنت فيها انا واحمد وقال لنا تعالوا بصوا كده.
وقتها قلت ايه ده؟ هو مش ده الكاب اللي احمد لبسه يوم ما لقاه؟ رجعنا وكأننا لسه بنحلم، او الاصح كأننا في كابوس. وبعد اسبوع وانا قاعد في اوضتي مش قادر انسى اللي حصل، تليفوني رن، رقم احمد. وقتها قلبي اتنفض، بس جري على التليفون بدأت افتح وارد اقول الو. لكن قبل ما اقول الو سمعت صوت نفس تقيل، وبعدها سكوت طويل، وبعدها صوت غريب جدا رد عليا وقال لي هو انتم متأكدين ان انتوا سبتوني هناك لوحدي؟